السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله يا ربي. لا فيديو ديالنا ديال اليوم الدنجال، سلطة ديال الباذنجان كتجي رائعة وتنفعك في جميع المأكولات ديالك الباردة والساخنة. وصفة سهلة تتوجد بالزربة وما تاخدش بزاف ديال الوقت. تابعوا معنا لا فيديو إلى الآخر يعجبكم إن شاء الله. إلا عجبكم لا فيديو البنات ابونيو اشتراك ولايك لقناتي فضلا وليس امرا. هنايا معايا الباذنجان على حسب الكميه اللي بغيتي، مثلا ديري 2 كيلو ديري كيلو. هنايا معايا هاد الباذنجان غير قليل يعني ماشي بزاف، الا احتاجت الوصفه راه نعاود نوجدها. هنايا نقطع الدنجال على هاد الطريقه هذه، تحيدي ليه هاد الطربوش هذا من الجوانب وتحاولي تحيدي ليه هذيك القشره شويه من الفوق، ونحسكوا ليه هذيك العصا اللي عنده هناك الفوق فوق هذاك الشابو ديال الباذنجان. صافي نقطعو على الطريقه على 4 بحال هذه صغيره قطعتها غير على 4. لاحظوا البنات حتى الطريقه ديال التقطاع راه مهمه. صافي نقشرها من الفوق. انا لا فيديو جاني هنا ما بينش الطريقه ديال التقشير مزيان من الجنب. صافي نحيد هذاك كما لاحظتوا نقطع ليه النص ديالو. بحال هذه كبيره البنات غنقطعها على 6 ان شاء الله. كما لاحظتوا راه 3 في العرض وحده من الوسط، يعني كتخرج لينا 6. سهله الطريقه البنات هكذا على هذا الشكل هذا. صافي ان شاء الله نوضعهم هكذا في الكسكاس. سهله الطريقه ما صعيباش، ماشي زعما طريقه صعيبه ديال هذا. ملي نوضعهم هكذا في الكسكاس صافي ضروري الملح البنات يتبخروا، نخلوهم يتبخروا واحد نص ساعه او على حساب النار اللي يعني الوقت اللي درتيهم نتي والطريقه الفرن اللي عندك يعني. صافي البوطه دائما البنات من الافضل تكون هكذا بين وبين ما يكونش مجهد. صافي نديروا الماء في البرمه ونبخروهم. انا درتهم هنا الكسكاس كيجيني قياس واحد الكاسرونه، نديرو غير على كاسرونه ونغطيه هكذا بالسلوفان. عندي ديك الكاسرونه حجم كبير كتجيني على قياس هاد الكسكاس. صافي ندير الثقب هكذا الفوق على في السلوفان باش ما يتنفخش يتلاح السلوفان. ضروري التقبي من الفوق. حنا الطريقه كنعطيوها بالتفصيل البنات. ها هي درتو هنا في كاسرون الكسكاس. صافي درتها تبخر تقريبا والله ما حسبت نص ساعه هكذا. صافي راه طاب او درت ليه كيطيب بالزربه ما تياخذش بزاف تاع الوقت. صافي دابا غنطفي النار ونعاود نرجع ليه حتى نكون مرتاح، يعني حتى تقضي الشغل ديري وسط الشغل ديال الشقه ديالك تكوني توجدي في الغدا تكوني. صافي ناخذ حبطه كبيره هنايا خديت ديال القزبر والمعدنوس نقطعوهم على هذا الشكل هذا. نقطعوهم بطريقه يعني جيده، راه ضروري البنات تقطع، راه الكل كيعرف تقطع. وصافي ناخذ تقريبا واحد ربعة دروس ديال الثوم ونحكهم تما مع هاد القزبر والمعدنوس. البنات الطريقه راه ساهله وتتوجد بالزربه ما تاخذش بزاف تاع الوقت تينفع البنات. راه غنوريكم لا فيديو الدنجال فاش احتاجيتو، راه خطير كيجي غزال البنات كيجي زوين. تحطيه هكذا في جنب السمك بالزربه تحطي لك مثلا قاليه الحوت تحطيه بجنب اي ماكله. الا كانت عندك اي ماكله هكذا دجاج هو البنات انا غنوريكم هنايا باش رافقتو جوع عندي الضياف وفاش وجدتو البنات. الصراحه رائع. تابعوا معنا البنات لا فيديو. نتمنى البنات اللي عجبكم لا فيديو دائما ابوني واشتراك لايك قناتي يا البنات. محتاجه الدعم ديالكم باش تطلع القناه ان شاء الله. خدمت عليها وكنت جلست واحد العام تقريبا مبقيتش خدمت عليها ومشاو ليا بحال عاودت من الاول. صافي البنات هنايا نحكو الثومه كما ذكرت 4 الفصوص حتى ل5 ديال الثوم. هي تتبغي الثوم كيجي مواتي مع الدنجال كيجي زوين بزاف. صافي هنايا من بعد غنحك الثوم ديالي ان شاء الله. غنضيفوا العطريه ماشي بزاف البنات. هاد الوصفه راه كما ذكرت سهله ما كتاخذش بزاف تاع الوقت. هنايا البنات بعد ما حكيت الثومه غنضيف ان شاء الله قليل من الهريسه حسب الذوق البنات، ضروري فيهم الهريسه. هنايا الملح راه واخا ملحين راه كتهبط مع الماء غير شويه ماشي بزاف. والابزار والفلفل الاحمر حتى هو بالزيت مع القعامره مزيان. والكمون البنات ضروري راه هنايا دايره غير ما يبانش في الوصفه. وهنايا تقريبا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون
البنات راه كما تعرفوا الزيت راه غلا بزاف، وهاد الوصفات ضروري ضروري زيت الزيتون ما عندنا كيف نديرو زيت الزيتون. وضروري البنات هكذا نص حامضه باش تعطي ديك الحموضه هكذا، وخل ما كانش عندك الحامض ممكن ديري 2 معالق ديال الخل. هنا انا عندي او عصير ديال الحامض خضر راه هو كيجي زوين كيعطي واحد الحموضه. هنايا انا ما عندي ما درتش الخل، كاين درت هكذا نص حامضه مرقده. اكثر البنات شاركت معكم الطريقه ديال الترقاد ديال الحامض حتى هي كتجي رائعه، وغنحط ان شاء الله فيديو ديال الترقاد ديال الحامض هو كيجي رائع. البنات كيبقى عندك عامين 3 سنين ما كيخسر، ما يدير لا ميديتي ما يصوف ما والو. هنايا البنات ها هو بعد ما تبخر خليته، انا مشيت قضيت شغلي بقيت بارد نقاد حتى برد رجعت ليه. هنايا صافي غنبدا ان شاء الله نعمر في هذيك الدنجالات اللي بخرت كذا حتى تخلي ديك العماره البنات هكذا فيهم مزيان. دخلي على هاد الاطراف هاد الاصابع ديال الباذنجان مزيان بيناتهم حتى تحسي بيه كله دهنت، يعني حطيتي فيها داك القزبر وداك التوابل اللي درنا دخلت فيها مزيان. وهو مع غيبقى مرقد في الثلاجه غيبقى يطلق في بعضياته اكثر. صافي نعاود نرد هذوك الاطراف، نعاود نرد الباذنجان هكذا على هذا الشكل هذا. راه ساهله الطريقه البنات، دغيا بنين بنين ما تشبعوش فيها البنات، واحد الطريقه خياليه ديال البنه. صافي هنا غندير ليدي مزيان باش ندخل في داك الاصابع مزيان ديال الباذنجان. ضروري البنات اي طرف من الاطراف ضروري خصها تكون واصله العماره. صافي نعطيو هنايا واحد الدهنه واحد اللمعان ديال زيت الزيتون، ونستمروا البنات على هاد الطريقه حتى نكملوا هاد الباذنجان اللي معنا كله. راه طريقه سهله كما ذكرت وكيجي بنين 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 بواحد الطريقه خياليه. نتمنى البنات عجبكم دائما الفيديو، ابوني واشتراك ولايك لقناتي فضلا وليس امرا. صافي هنايا انا ان شاء الله كملنا الدنجالات اللي معانا. هنايا البنات توضعين في سوبيره او شي بواطه تكون محكومه الاغلاق. انا ما دائما ما كنفضلش الماكله تبقى عندي في الثلاجه وقت اطول، ما نقولش لك شحال ديال الوقت يفوتوش السيمانه. انا اصلا البنات الماكله الساخنه كنخليها مثلا غير الحريره اللي كندير في الثلاجه ولي بات وصافي. الغد لي خصني يتسخن ولا ما تسخنوش الغد لي كنرميهم. انا العادو ديالي هي الماكله طيبه تبقى في الثلاجه ماشي بزاف، مثلا تخلي بيتزا في الفريغو مسمن، اما الباقي راه غير تبغي تضيعي مع راسك ما تبقى فيه الصراحه لا بنه ولا لبه. من غير الحريره الثلاجه لداخل الغد كنسخنها، لما سخنتهاش كنرميها. الصراحه ما كنفضلش هذيك الماكله الطيبه تبقى في الفريغو نهائيا في الثلاجه لداخل، واخا شي حاجه اللي حفظتيها في الفريغو كتبقى شويه وصافي. هنايا البنات غتحمري واحد المعلقه تقريبا ديال الزنجلان صافي ودخليها هكا في الوسط ودهنيها باش تعطي واحد المنظر زوين انت ترافقي بها بحال هكا المأكولات ديالك. انا هنا البنات راه نرافق بها الدجاج محمر عراده كيجي زوين البنات كيجي رائع. ما تحطيش مع لاصوص بطبيعه الحال، راه لاصوص غتفرزيها وديري ديك الدجاج هكا بالخضار كيكون بريستيج كيكون زوين البنات الصراحه كيجي رائع. صافي هنايا غنحكم الاغلاق ديال البواطه ديالي، وفي ما وقت احتاجيتيها مع الحوت فاش ما احتاجيتيها فاش ما تشهيتيها غير بوحدها تاكليها وبالصحه والراحه. نتمنى نعجبكم لا فيديو. دائما البنات ابوني واشتراك ولايك لقناتي، وشكرا والى وصفتي.